كل مصمم جرافيك هتلاقي جواه خوف كبير ما بيحكيش عنه وما بيتكلمش عنه، بس احنا هنتكلم عنه الحلقة دي. اغلب المصممين وهم داخلين مجال الجرافيك بيكون عندهم التخوفات دي بتفضل جواهم وما بيتكلموش عنها لاي حد، علشان اصلا ما فيش حد لا هيسمعهم ولا هيفهم اللي هم بيقولوه ده. وبالنسبه لي انا كشخص في يوم من الايام كان شغال جرافيك ديزاينر في شركه واشتغلت برضه فريلانسر، فعارف اغلب التخوفات اللي ممكن اي مصمم يحس بيها، وعارف ايه الحلول اللي انا حاولت اساعد بيها نفسي وهل هي نجحت ولا لا. خلينا نبدا كده فيهم تخوف. اول تخوف معانا وهو التخوف من فكره ان ذوقك وحش، ان يعني التصميم اللي انت عامله شكله وحش، انت شايفه حلو بس هو وحش وانت ذوقك وحش. الحته دي انا كنت في البدايه بقلق منها، وممكن احس فعلا ان انا ذوقي مش احسن حاجه، ذوقي مش حلو. بس مع الوقت بدات افهم حته ان مش معنى ان حد رفض ذوقي ان انا ذوقي وحش، ممكن يكون هو اللي ذوقه وحش. فدي حته ممكن تكون انت مش حاطط تركيزك عليها، لان انت بالنسبه للعميل تعتبر مطلع وشايف اكتر منه. فهو لما يقول لك على حاجه ان هي مش حلوه، مش معناها ان هي مش حلوه، معناها ان هي مش مناسبه لذوق العميل اللي هو ممكن يكون اصلا ذوقه اوحش منك. فالحته دي ما تقلقكش خالص، وهتلاقي دايما اغلب المبدعين والعباقره ما حدش بيفهمهم ولا حد بيفهم ذوقهم. فانت ما تقلقش خالص من الحته دي، ودايما تفكر نفسك ان لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. فالنقطه دي انا قدرت اتغلب عليها على طول بعد ما فهمت الفكره دي. طيب هنيجي لتاني تخوف انت بتمر بيه كجرافيك ديزاينر وانت لسه داخل المجال. تاني تخوف دايما بيكون المقارنه. تبدا تخش مثلا على بيهانس او تخش على بنترست، بتشوف تصميمات مبهره وبتحس ان انت بعيد قوي. فده اصلا من اكتر الاسباب اللي بيعمل احباط للمصممين في البدايه، ان اغلب المصممين بيدخل نفسه في المقارنه دي. المفروض انت اصلا كمصمم جرافيك ما تدخلش نفسك في المقارنه دي من البدايه. المفروض دايما مقارنتك تكون مع نفسك ومع المستوى اللي انت بدات فيه واللي انت وصلت له، وتحط دايما في دماغك فكره ان اي شخص محترف او وصل للنتائج اللي انت شايفها دي هو كان في البدايه بادئ زيك وكان بادئ من الصفر، وممكن في اوقات كتير يكون كان بدايته اقل منك كمان. فده ما يخوفكش، بس لازم انت تبص الموضوع بالطريقه دي، ان انت مقارنتك ما بينك وما بين نفسك. اوعى تقارن نفسك باي حد وخصوصا في البدايه. تالت حاجه وتالت تخوف معانا في مجال الجرافيك وهو بيكون حاجه غريبه قوي، المصطلحات اللي بتتقال. لو انت مثلا نزلت اشتغلت في شركه او اتعاملت مع حد جديد في مجال الجرافيك، ممكن تلاقي مصطلحات كتير انت ما تعرفهاش، وده ممكن يحسسك بالخوف، يحسسك ان انت في حاجات كتير مش عارفها، مع ان المصطلح اللي بيتقال لك ده ممكن تكون انت عارفه بس مش عارفه بالمسمى ده. فحته الناس كتير بتتفزلك قوي في المصطلحات فبتخوف اللي قدامها. يعني ممكن تلاقي حد رصلك كميه مصطلحات كده حسسك ان هو يعني واخد دكتوراه في الديزاين، بس هو في الاخر لما تيجي تختبره وتعمل له تيست هتلاقيه مش عارف حاجه. فده ما يكونش تخوف ليك، دي طبيعه بني ادمين كده. في بني ادمين بيحبوا الفزلكه والمنظره، وفي بني ادمين بيبقوا مركزين في الشغل وفي النتائج اللي هم بيطلعوها بالظبط. فلما حد يقول لك مصطلح انت مش فاهمه اساله ايه المصطلح ده وما تتكسفش من الموضوع ده، وفي الاخر دايما هتلاقيها حاجه هايفه. رابع حاجه معانا وهي التعامل المباشر مع العملاء. اغلب المصممين برضو في البدايه بيبقوا عندهم تخوف كبير من التعامل المباشر مع العملاء، خصوصا لو العميل بقى متواجد في مكان الديزاين. يعني انت مثلا شغال في شركه وعميل جه قاعد معاك، فده بيبقى تخوف كبير جدا. او عميل قال لك مثلا طب ماشي هات اللابتوب وتعالى نعمل التصميم مع بعض لو انت مثلا بتشتغل فريلانس، او عميل على معرفه بيك. فده بيبقى بالنسبه لناس كتير تخوف، وخصوصا انا كنت بمر بالتخوف ده جدا، لان انا اصلا في بدايتي كنت شغال في شركه. فالموضوع ده كان بيبقى عامل لي خوف ان العميل يجي يقعد معايا ويحس ان مستواه مش حلو او يحس ان هو بطيء او الكلام ده. فكنت ببقى قلقان من الموضوع ده. بس بعدين بقت دي افضل لحظات انا ممكن امر بيها في عمليه الديزاين، ان العميل يكون موجود. ليه؟ لان في اللحظات دي انت بتقدر تفصل دماغك شويه، لان العميل دايما طالما هو قرر ان هو يقعد جنبك يبقى هو عايز يتدخل. طالما عايز يتدخل يبقى انت رايح مخك شويه لحد ما توصل للنتيجه. ودايما تكون محافظ على وقتك، يعني لو العميل تجاوز في الوقت لازم انت توقفه، ما تسيبوش يعني ايه يبقى حر قوي كده. وفي نفس الوقت ما تصدوش، يعني تخلي طريقتك معاه مرنه بس ما تخليش الوقت يسرح بيك مع العميل. وفي نفس الوقت انت مش هتقعد تحارب معاه وتعمل انت حاجه بطريقه وهو يعملها بطريقه وهو قاعد جنبك. لا، طالما هو قاعد جنبك وقرر انه يقعد جنبك وغلس عليك كده، خلاص افصل دماغك وسيب دماغه بقى. هو انت هتسيب دماغه هتعمل حاجتين هو عايزهم، هيلاقي شكلها وحش هو هيقوم يمشي. فانت دايما اتبع الاستراتيجيه دي، يعني ان انت تسيب دماغك لما العميل يجي سيبه يعمل حاجه او حاجتين، مش مشكله هياخد منك بس ما تطولش في الوقت. هياخد منك شويه وقت وهيزهق وهو هيمشي لوحده. اخر حاجه معانا والتخوف الخامس للمصممين وهو حته نقص الابداع. انك تحس فترات كده ان انت مش عارف تفكر،
مش عارف تجيب فكره جديده. دي مرحله انت كجرافيك ديزاينر او كشخص شغال في المجال الابداعي هتمر بيها كتير. يعني ايه فتره للتانيه مهما مستواك عالي هتلاقي نفسك بتمر فترات بالمرحله دي، بيكون ذهنك مشغول بحاجه تانية، بتكون عندك ضغط، عندك ستريس، هو بس اللي بيكون عامل لك حاله البلوك اللي بتبقى جايه لك دي، بس عن طريق ان انت تغير مودك شويه او تغير جو شويه، او تبدا تتفرج وتقلد حتى لو لفترة بسيطة، هتلاقي نفسك رجعت للمود تاني والوحي نزل عليك تاني والدنيا بقت تمام وزي الفل. فدي تعتبر اكتر 5 تخوفات المصممين بيقلقوا منهم وهم داخلين مجال الجرافيك. ولو انت في تخوف كنت بتمر بيه وقدرت تتجاوزه، يا ريت برضو تكتب لنا التجربة بتاعتك في الكومنتات علشان غيرك يستفيد. ولو وصلت لحد هنا يا ريت ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتشترك في القناة علشان توصلك الحلقات الجديدة وما اجيش اخوفك انا بنفسي. فاعمل لايك، وبتمنى لكم كلكم التوفيق. كان معاكم احمد غزالي واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.